متابعة لتطورات الأوضاع الميدانية في ظل الهجوم الذي يشنه تنظيم جبهة النصرة والعصابات الإرهابية على عدد من المدن والمناطق، اجتماع تتبع لتقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة والأضرار التي أصابت هذا القطاع. متابعة لتطورات الأوضاع الميدانية في ظل الهجوم الذي يشنه تنظيم جبهة النصرة والعصابات الإرهابية على عدد من المدن والمناطق، وما يرافق ذلك من تخريب للمرافق الخدمية والاقتصادية وترهيب وإشاعة أجواء عدم الاستقرار، ترأس الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء اجتماع تتبع لتقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة والأضرار التي أصابت هذا القطاع، إما بسبب التخريب أو بسبب ترويع العاملين ومنعهم من الوصول إلى مكان عملهم، وكذلك بسبب منع وصول الوقود اللازم إلى هذه المحطات لتشغيلها. وتسببت الأضرار التي خلفتها العصابات الإرهابية بخروج قسم كبير من كمية الكهرباء عن الخدمة وتراجعها إلى ما يقارب نصف الكميات التي كانت تنتج مؤخرا، والتي كانت بالكاد تلبي أدنى احتياجات البلد من الطاقة. كما استعرض وزير النفط واقع إنتاج وتسويق المشتقات النفطية والأضرار التي لحقت بالقطاع، ولا سيما في المناطق التي وصلت إليها أيادي الإرهابيين والتي أثرت بشكل واضح في إنتاج وتوريدات النفط والمشتقات النفطية، ولا سيما من الغاز الصناعي، بالإضافة إلى التغيرات الملموسة التي شهدها الطلب على المحروقات بسبب الحركة غير الطبيعية للمواطنين خوفا من إرهاب العصابات المجرمة. وشرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق والأسعار حاليا بسبب الظروف والمستجدات التي رافقت الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى ما رافق هذه من زيادة كبيرة في الطلب في السوق، سعيا من المواطنين لتخزين أكبر كميات ممكنة من المواد، علما أن المخازن الاستراتيجية من مختلف المواد والسلع الأساسية تكفي ل6 أشهر. من جهته عرض وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة خطة الاستجابة للتعاطي مع الظروف الراهنة وتأمين كامل احتياجات المهجرين جراء الإرهاب من محافظتي حلب وحماه، ومتابعة أوضاعهم في المحافظات التي توجهوا إليها. وأكد الاجتماع على وقوف المؤسسات الحكومية بكافة قطاعاتها خلف بواسل جيشنا وقواتنا المسلحة في معركتها ضد الإرهاب وداعميه، وثقتها الكاملة بهذه المؤسسة الوطنية المقدسة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد. كما وجه المجتمعون أسمى آيات الشكر والعرفان للمواطنين الشرفاء الصامدين والصابرين على هذه الظروف الصعبة، وتقدير وتفهم الظروف الصعبة لقطاع الطاقة، سواء لجهة ساعات تزويد الكهرباء أو لجهة توفر المشتقات النفطية. كما أكد الاجتماع على ضرورة التعاطي بهدوء مع الطلب على المواد والمنتجات في السوق المحلية وعدم الخوف والهلع، فالحكومة تعمل بكل جهد مع قطاع الأعمال لتوفير المواد في السوق وبكميات كافية وضبط الأسعار. وأشار الدكتور الجلالي إلى أن رئاسة مجلس الوزراء تتابع على مدار الساعة تنسيق وإدارة المرافق العامة.